وصل ملك التصوير لعام 2025 مع ميزات خارقة مش هتشوفها في سعره. شفت الكاميرا كنترول في الايفون والفايند اكس؟ موجود. شفت الكفر بتاع شاومي 15 الترا؟ موجود. الجديد بيركب له عدسه زي الكاميرا مخصصه ليه، بتطلع جوده وتفاصيل محترمه جدا، والبعد البؤري للعدسه الاساسيه 35 ملم. للعلم ده فلاج شيب في كل المميزات اللي نفسك فيها واكتر كمان، كل حاجه التوب. شوقتك بزياده صحيح؟ مش ملاحظ اني مختفي ليا فتره؟ معلش فتره وهتعدي وهرجع انتظم زي الاول. تعالوا نتفاجئ كلنا ونعرف كل تفاصيل الفيفو اكس 200 الترا الجديد وقارنه بالتفصيل مع فيفو اكس 100 الترا، ونشوف هل في فرق ولا تطوير كل سنه. استمتع وجهز اللايك والاشتراك ويلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع أقوى معالج في العالم سناب دراجون 8 إليت بدقة تصنيع 3 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو وصل 2,718,000 نقطة، ممتاز جدا. وده يفرق عن فيفو اكس 100 الترا حوالي 732,000 نقطة، ونازل بتردد 120 هرتز، ممتاز في الاستخدام والتجربة، وبيقدم تجربة سلسة وسريعة جدا في الحركة والتنقل. ومع الألعاب بيقدم لك تجربة محترمة جدا مع معالج الرسوميات. في بابجي طبعا بيقدم 120 فريم، كل ده مع تجربة صوت ستيريو جميلة. ولو بصينا على الشاشة هنلاقي شاشة ممتازة جدا وكبيرة، مقاس 6.82 انش من نوع ATLTPO OLED، تدعم 1 مليار لون و HDR10 بلس دولبي فيجن والجديد HDR فيفيد. نسبة الشاشة لجسم الموبايل 90.2%، والجودة 2K سطوع أعلى 4500 شمعة. معدل تعتيم الشاشة 2160 هرتز. للعلم الشاشة دي كيرف رباعي، والمميز طبقة حماية قوية باسم ارمور جلاس مع شهادات حماية العين والتوهج والجفاف، يعني شاشة مكلفة جدا. والتصميم ما يفرقش في الكاميرات، بس تصميم الظهر نفسه مميز، وكل لون ليه شكل مختلف ومميز اكتر. الظهر مع كيرف خفيف لحد الفريم وهو الومنيوم، ومسطح بالكامل بس نازل بكيرف خفيف لحد الشاشه، ونازل بسمك كبير شويه 8.7 مللي، بس مقبول عن فيفو اكس 100 الترا كان 9.2 مللي. الوزن تقيل شويه في التصوير والاستخدام الطويل 229 جرام، مش هعتبره مقبول. والمميز انه بيدعم مقاومه مياه عاليه معيار IP 68 و69، وبيدعم نفس فكره الايفون الكاميرا كنترول، هي نفس الفكره بالظبط. بيدعم شريحتين نانو 5G مع جوده اتصال وشبكات ممتازه جدا. بيدعم اعلى اصدار واي فاي 7 بلوتوث 5 و4 وخاصيه عدم تاخير الصوت الجيل الخامس. NFC IR بلاستر خاصيه الريموت. منفذ الشحن من نوع تايب سي 3.2، وفي اعلى نسخه بيدعم الاتصال عن طريق الاقمار الصناعيه. بيدعم الواجهه الجديده من فيفو اوريجين OS 5 مع اندرويد 15. طبعا ميزات الاي اي المعتاده من فيفو، كل ده مع انيميشن جميل جدا وسرعه في الحركه والتنقل بمساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير ممتاز جدا. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه دي، وهوزع هدايا قيمه جدا. كفايه كده وتعالوا نشوف الكاميرات. وعندك 3 كاميرات، الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري وتركيز ليزر، ثانيه 200 ميجا ميروسكوب زوم مع مثبت بصري و3.7 اكس اوبتيكال زوم، والاخيره 50 ميجا الترا وايد. قبل الصور حابب اوضح انك تقدر تركب له عدسه زي الكاميرا بالظبط، بتقدم زوم قوي وواضح كانه كاميرا حقيقيه. والمميز اكتر الكاميرا كنترول، بتقدر تتحكم في اعدادات الكاميرا وتصور. والاكتر كمان الكفر شبه الشاومي 15 الترا، بيقدم اعدادات تحكم زي الكاميرات بالظبط، ممتاز جدا مع عزل ووضوح ممتازين. تفاصيل الشعر واضحه كفايه، عزل مقبول جدا، ما خسرش تفاصيل كتيره خصوصا مع ضوء منخفض مقارنه مع ايفون 16 برو ماكس. وفي النايت مود بيقدم تجربه ممتازه جدا مع اضاءه افضل. لو ضفنا معاهم الشاومي 15 الترا هتلاحظ تفوق لفيفو وشاومي عن الايفون، وده واضح جدا في التفاصيل والوضوح. في الالترا وايد ممتاز جدا مع تفاصيل اوضح من شاومي 15 الترا واضاءه افضل. لو قارنا مع سامسونج وشاومي وايفون هتلاقي فيفو بيقدم لك اضاءه افضل، وضوح وتفاصيل افضل. الاساسيه ممتازه جدا، تفاصيل وضوح اضاءه ممتازه. بشكل عام بيقدم تفاصيل ممتازه، اضاءه مقبوله، وضوح ممتاز. هسيبك انت تحكم على الصورتين بنفسك وتقول لي رايك في الكومنتات. في البورتريه ممتاز جدا، عازل كويس وموضح تفاصيل الشعر. في نايت مود مقارنه مع ايفون هو متفوق جدا، تفاصيل اوضح ومعالجه الصور افضل. مقارنه مع الشاومي وسامسونج هنلاقي فيفو متفوق في الوضوح والتفاصيل، وبعده الشاومي وبعدهم سامسونج. هسيبك انت تحكم بنفسك على الصورتين، ركز كويس واكتب الفرق بينهم في الكومنتات. العزل ممتاز جدا، تفاصيل واضحه، تفاصيل مقبوله، عزل ممتاز، اضاءه مقبوله في ال3 صور. في النايت مود فيفو متفوق جدا عن ايفون، وضوح افضل، اضاءه ممتازه، تفاصيل افضل. لو قربنا الصورتين هتلاحظ الفرق بنفسك. وعشان محبين الايفون حابب اعرض لكم الصورتين دول، شوف الفرق بنفسكم واحكموا. حبيت اوضح الفرق بين كاميرا الزوم الاساسيه وعدسه الزوم
الزوم اللي بتشتريها مع الموبايل. هتلاحظ كاميرا الزوم بتوصل 70 اكس، لكن العدسه بتوصل 156.8 اكس، يعني الضعف تقريبا. واضح فرق كبير جدا بين معالجه الكاميرا والعدسه. كفايه صور، وتعالوا نشوف تصوير الفيديو وهو بيصور 8K 30 فريم و 4K 120 فريم. مقارنه مع الايفون تفاصيل فيفو افضل، وضوح افضل، اضاءه مقبوله في الاثنين، بس ثبات الايفون افضل. في نايت مود والالترا وايد واضح تفوق كبير لصالح فيفو، الوان واضاءه افضل من ايفون. في الاساسيه فيفو متفوق جدا، وضوح وتفاصيل والوان افضل كتير، وحتى الزوم افضل. والسيلفي 50 ميجا بكسل وبتصور فيديو 4K 60 فريم. هعمل لها فيديو مخصوص مع الكاميرات الخلفيه بتفاصيل اكتر. والبطاريه ممتازه جدا، 6000 ملي امبير بدل 5500 في اكس 100 الترا، ودي تكفي استخدامك وزياده. طبعا عارفين البطاريه دي من نوع سيليكون كربون، بتوفر اكتر في الطاقه مع حراره اقل. بينزل مع شاحن 90 واط، وبيدعم شحن لاسلكي 40 واط ولاسلكي عكسي. ينزل لك بنسختين رام 12 جيجا و16 جيجا بتردد عالي 5333 ميجا هرتز، ومن نوع اللي بي دي دي ار 5 اكس. ومساحه التخزين باعلى نوع نزل حاليا يو اف اس 4.1، والثلاث انواع 256 جيجا و512 جيجا و1024 جيجا، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. باختصار تعالوا نعرف الموبايل ده يستاهل وهل تشتريه ولا لا. عجبني التصميم جميل جدا وشيك، بس ليه مش بيدعم اي سيم؟ عجبني الشاشه، جوده، الوان، سطوع، تحمل، مع كاميرات ممتازه جدا تتفوق على اغلب المنافسين. عجبني البطاريه والشاحن مع شحن لاسلكي، وعجبني مقاومه المياه والفريم الالومنيوم، السوفت وير الجديد والمعالج الاقوى حاليا. سعره مقبول على المواصفات، فنسخه 12 مع 256 جيجا في الصين وصلت $892، مقبول مقارنه بالمنافسين، وينفعك عامه في الاستخدام العادي، الشغل، التصفح، المشاهده، التصوير والالعاب. اقول لك اشتريه. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن. والاكيد لازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. عايزين نوصل لل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه عشان نوزع هدايا كويسه جدا وقيمه. دمتم بافضل حال. سلام.